بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، مبروك لكل الاهلاويه. 3 نقط من الهوا اللي احنا خدناهم النهارده. مبروك 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 عليكم وعلينا. كلمتين كده يا جماعه ورد غطاهم. ما رضيتش اعمل اي فيديوهات الفتره اللي فاتت دي، الكام يوم اللي فاتوا، على موضوع انسحاب الزمالك، لان احنا كنا نلعب بقى مساله قط وفار، ويجي يقول لك قعدنا مع الوزير، طب هنلعب طب مش هنلعب، الكلام الفارغ اللي انتوا عارفينه ده. طيب احنا اول حاجه لازم نوجه شكر خاص للكابتن حسين لبيب وللباشمهندس ممدوح عباس وللصحبه الكريمه معاهم في مجلس الاداره، ونقول لهم الحمد لله دول مبروك 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 عليكم وعلينا. احلى 3 نقط احنا خدناهم. لك ان تتخيل يا عزيزي الاهلاوي ان بالرغم من المستوى اللي الاهلي كان بيقدمه الفتره اللي فاتت، الا ان احنا الحمد لله الزمالك بقى قرر ان في عز ما مستوى الاهلي وحش ان هو يلعب مع ان هو ينسحب قصادنا. فلك ان تتخيل ان احنا الداخليه عقرت معانا، الاتحاد عقر معانا، فاركو عقر معانا، اتغلبنا من البنك الاهلي، وتعادلنا مع انبي، وكل ده الزمالك بقى شايف ان لا انا هنسحب دلوقتي. طب ليه يا زمالك؟ عشان احنا بنحب الاهلي، ومن حق الاهلي ان هو ياخد ايام راحه اكتر، من حق الاهلي ان هو يبقى خدنا 3 بونت واحنا من غير ما نعمل اي حاجه كسبانين 2-0. هنعتبر الجون الاولاني لامام والجون الثاني الكهرباء، لو عايز تعكس ما عندناش اي مشكله خالص. علامه ظرافه عسل ام اللي جابت ابو سلام ابوك. دي النقطة الأولانية. نيجي للنقطة الثانية، وهي فكرة إن محاولة بعض الأهلاوية إن هم يقنعوا الزملكاوية إن مفيش أي معنى للانسحاب ده أصلا، وإن أنتوا عارفين الجدول من بدري، وإن مش أول مرة، وإن أنتوا يعني مفيش أي مبرر عندكم مقنع أو منطقي يخليك تنسحب النهاردة. فدي محاولة بأسة يا جماعة، الناس دي ما بتفكرش، فخلصنا ما تحاولش معاهم. احمد ربنا إن أنت أهلاوي، واحمد ربنا على نعمة الأهلي، وزي ما بنقول دايما يا بختنا بالاهلي ويا بخت الاهلي بينا والله يا جماعه. دي حاجه. نيجي للحاجه الثانيه، للبيان بقى. طيب البيان بتاع الكابتن حسين لبيب بيان جميل قوي. نيجي بقى لبيان نادي الزمالك. بيان نادي الزمالك بكل بساطه انت هتشوفوه طبعا قدامكم دلوقتي. هو بيقول والله يا جماعه الخير احنا مش هنلعب ماتش الاهلي لظروف قهريه، والله ان احنا هنرجع قريب للمنافسات، وبنثمن جهود الناس اللي بتلعب اللي بتشرف على المسابقه وبتشرف على الكره في مصر، وتحيا مصر وكل الكلام اللطيف ده. طيب احنا اولا واخيرا يا جماعه الخير، معلش احنا كلنا يعني لما يحصل ان تلاقي حد عنده ظروف انت لازم تراعي ظروفه، والزمالك عنده ظروف فما فيش مشكله. يعني هم عندهم ظروف ما ينفعش انت بقى تيجي عليهم، يعني انت واخد بالك. ومحدش يفهمني غلط في كلمه ظروف دي، الناس تقول لك ظروف قهريه يعني تمام غصب عنهم، دي حاجه هم نازلين بيها او مولودين بيها، يعني هم بيلعبوا، هم عندهم ظروف يا جماعه، هم عندهم ظروف، فاحنا ما عندناش اي مشكله خالص تمام. فاحنا نحاول يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله الظروف دي تقف، او يعني تترفع، او يعني ايا يكن الظروف هتحصل فيها ايه. وبس انا عايز اسال سؤال بس لكل الاخوه الزملكاويه المحترمين اللي بيفهموا، اذا كان يعني القله القليله اللي بتفهم في الموضوع ده. هو انتوا يا جماعه الخير لو الزمالك جه بعد ماتش الاهلي وقال لك انا هلعب الماتشات الجايه، هيبقى موقفكم ايه؟ هيبقى برضو فكره الزمالك اولا، ولا هتتمسكوا بقى ان الزمالك ينسحب فعلا من الدوري؟ دي برضو دي نقطه احنا محتاجين نفهمها. طيب تخيل انت عزيز الزملكاوي لو الزمالك انسحب من بقيه الماتشات وهيهبط، هتبقى انت مبسوط؟ يعني انا شخصيا كاهلاوي هبقى مبسوط جدا اقسم بالله والله. بس هل طيب لو الزمالك بقى جه الماتشات اللي جايه ولعب، هل انت هتبقى عندك كرامه؟ يعني انا فاهم ان انتوا كاس الكرامه ده انتوا احتفظتوا بيه، دي تالت ما شاء الله 3 مرات ورا بعض ما شاء الله تحسدوا عليها. يا لهوي. واتمنى بقى برضو بما ان انتوا شايفين ان الاهلي بيتجامل في كل حته في الدنيا بره مصر وجوه مصر، يا ريت تنسحبوا من كاس افريقيا والله، السوبر الافريقي يا ريت بجد والله، مش عايزين قرف يعني، فاهم انت ازاي؟ مش عايزين وجع دماغ، فانسحبوا من دلوقتي والله وريحونا. ورساله بقى خاصه طبعا من كولر لكابتن حسين لبيب، لكابتن حسين لبيب والباشمهندس ممدوح عباس، الراجل بيحبكم قوي يا جماعه بجد. انتوا جبتوا له يعني فعلا والله الراجل، انا متخيل لو انا مكان كولر انا هبقى في قمه الانبساط. انت متخيل ان انا ماتش الزمالك ده كان ممكن الزمالك بمستواه الكحيان ده يكسب الاهلي؟ يعني انت تخيل ان الداخليه عقر معانا وفاركو، تخيل انت لو الزمالك بقى يا عزيزي كان دخل الماتش ده وكان كسب الاهلي مثلا، او عقر معانا او اتعادل، انت متخيل الموقف كان هيبقى شكله ايه؟ فوالله بجد يا جماعه الخير الزمالك فعلا، يعني انا لو معايا تيشيرت الزمالك انا كنت طلعت وانا فرحان بتيشيرت الزمالك، لان بصراحه انا ما شفتش نادي بيحب الاهلي اكتر من نادي الزمالك. الراجل في عز ما احنا محتاجين ال3 نقط من غير تعب، ومحتاجين ايام نريح فيها، ومحتاجين ان احنا ما نبقاش مرهقين، وان احنا ما نحرقش دمنا. بقالنا 3 ماتشات بتحرق دمنا يا جماعه لحد اخر دقيقه كل ماتش. فلك ان تتخيل بقى ان الزمالك قال لك لا انا بحبك، انا هديك ال3 نقط.
فوالله يعني الحمد لله، يعني ندعي لهم ان شاء الله ان الظروف تترفع من عندهم او تقف من عندهم كويس، وان شاء الله ما يسربوش تاني يعني كنقط طبعا. وعايز اقول والله الحمد لله على نعمه الاهلي يا جماعه، ويلا السلام عليكم.